أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج حديثنا، وحديثنا لهذا اليوم هو الانتخابات العراقية التي ستجرى يوم غد، وهي الدورة السادسة منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003. ولكل متابع لا سيما من خارج العراق يدرك ويعلم أنه في كل دورة تزداد الفجوة ما بين الطبقة السياسية التي أتت مع المحتل الأمريكي وما بين الشعب العراقي. والشعب العراقي ليس بتلك السذاجة لكي يخدع طيلة هذه الفترة، لا سيما لو أخذنا بالمبدأ المقارن، وسنجد أنه الوعي الجمعي لدى الشعب العراقي بدأ في الانتخابات المحلية لعام 2008، حيث وجه صفعة قوية إلى الأحزاب الدينية الإسلامية، مما جعلها أن تغير من نهجها الطائفي وتتغلف برداء وطني سطحيا أو اسميا. وعلى ضوئها وجدنا كيف أنه في انتخابات 2010 الانتخابات العامة، كيف أنه نوري المالكي أتى بقائمة دورة القانون، وعبد العزيز الحكيم بالهوية الوطنية، وغيرها من المسميات الوطنية لتصريف الانتخابات. ومع ذلك فكان الناخب العراقي قد صوت إلى القائمة العراقية التي زعمها اياد علاوي وقت ذاك، وفاز بالانتخابات كونه يلم أطياف متنوعة من مكونات المجتمع العراقي وعابرة إلى النهج الطائفي، وفاز في الانتخابات 91 مقعدا مقابل نوري المالكي 89 مقعدا. ومع ذلك جرى الالتفاف على هذا الفوز، وتم التحوير عبر جهة قانونية بالمحكمة أنه كان المقصود، وهو تحريف واضح على أن المقصود بالكتلة النيابية داخل البرلمان وليس بالكتلة الفائزة قبل الدخول إلى البرلمان. التفاف واضح. وفيما بعد قال اياد علاوي في أكثر من تصريح أنه إيران قالت له أنه لا مانع لدينا أن تفوز وأن تفاز بالانتخابات، ولكن لا مانع لدينا أن تأخذ رئاسة الوزراء شريطة أن يكون هناك نهجا طائفيا. أنه هذا هو موجود، أنه أي واحد يدخل العملية السياسية أنه يبعد الهوية الوطنية ويتكلم بالهوية الطائفية أو العرقية. لذلك نجد كل الذين يشاركون بالعملية السياسية يقول المكون الشيعي، المكون السني، المكون الكردي، وهكذا. هذه هي من المفاهيم الخاطئة التي أتى بها المحتل الأمريكي، ومن ثم سلم العملية السياسية إلى المحتل في بادئ الأمر غير مباشر الإيراني، ومن ثم الهيمنة الإيرانية، واستمرار هكذا خطاب. وحتى قبل بضعة أيام وجدنا أنه نفس النمط يسير عليه المرشحون للانتخابات، انه عندما يتكلم لا ياتي بالهويه الوطنيه ابدا، ولا اي شيء، يقول انه المكون كذا والمكون كذا. والمواطن العراقي لا سيما في الانتخابات الماضيه كانت هي فاشله وغير الاستحقاق القانوني التي يوجب عليها الانتخابات، بل لانه وفق ما هو معلوم أنه أي انتخابات في أي دولة عندما تهبط عن 20% تعتبر فاشلة وتسقط تلك الحكومة، ولا يحق لها أن تدخل إلى مجلس البرلمان وتشكل حكومة. ومع ذلك هنالك الزيف، والزيف مستمر وبدعم أمريكي وتغطية أمريكية، لأن اللاعب الرئيس يبقى منذ الاحتلال لحد يومنا هذا هو اللاعب الأمريكي. ما قرر في واشنطن وتنفذه طهران يتم على أرض الواقع أو الجهة التصويرية في الانتخابات. ووجدنا أنه الوجوه هي وأنت غيرت بعض الأسماء، ولكن الأقطاب أو حيتان العملية السياسية يستمرون
في المنهج المرسوم من هذه العملية السياسية، وهو تدمير العراق، تدميره من الناحية الصناعية، الزراعية، الصحية، التعليمية، وهكذا، والخدمية. ووجدنا أن هنالك مئات من المليارات تم سرقتها، تبديدها في أمور شتى، ووصلنا إلى هذا الحال. الآن الانتخابات سوف تجري، والشعب العراقي بمجمله رافض لهذه الطبقة السياسية الفاسدة، وأيضا رافض إلى نهجها، وأيضا سوف النتائج يتم تزويرها، لأن النتائج الحقيقية لا يمكن ذكرها، وبذلك سوف تستمر الأمور على ما هي عليه. أين الحل؟ الحل هو في الشعب العراقي نفسه، ومع القوى الوطنية المخلصة التي كانت ثابتة وما زالت ثابتة، وكثير من العراقيين ثابتون على مواقفهم منذ 9 نيسان 2003 عندما دخلت القوات المحتل إلى بغداد وأسقطت دولة العراق الحديثة منذ عام 1921، وأتت بهؤلاء سراق وفاسدون وقتلة وطائفيون وولاءهم إلى الخارج ما بين طهران وواشنطن ولندن وغيرها، ولا يعملون إلا لمصالحهم الذاتية والشخصية والفئوية، وعلى تدمير العراق. هذه القوى نعم بصورة وبأخرى تحت الضغوط الخارجية لا تمتلك تلك القوى للتغيير، ولكن عليها أيضا أن تفعل من أنواع الاتحاد، من أنواع التكتل الواحد اتجاه لم هذه الإرادة العراقية، لأنها متجزئة. هنالك حتى من داخل صفوف القوى الوطنية أيضا بصورة وبأخرى قد تعبت أو قد كلت من هذا الأمر أو من نتيجة ضعف، ثم أيضا بدأت تتراخى واتجهت نحو العملية السياسية، وبمعنى آخر اتجهت نحو واشنطن وبدأت تغير من بعض المفاهيم، وهذا في نهاية الأمر يعني أنه القبضة تستمر على جعل العراق خارج نطاق المعادلة في منطقة الشرق الأوسط. ووجدنا آخر الأمور أنه كيف عملت ما بين تركيا وإيران في تجفيف مياه نهر دجلة، وجعل هذه الشحة في العراق، وكلها ليست اعتباطا بل هي مرسومة وفق النهج يسير عليه. ومع ذلك وبالرغم من كل ما يجري، على المواطن العراقي أن يمتنع ولا يذهب إلى هذه العملية السياسية، أقصد الانتخابات، ويثبت مع الصوت والصورة أنه تلك صناديق الاقتراع فارغة، الناخبون لم يتوجهوا. إذا كان في الانتخابات الماضية الرقم الحقيقي ما بين 14 إلى 16%، لتكن هذه المرة أقل من 10 و8%، لأنه في نهاية الأمر هنالك وعي شعبي وجماهيري في المجتمعات الغربية، وتعلم حق العلم أنه هذا ما يجري في العراق هو مزور وليس هي الصورة الحقيقية. هؤلاء سوف يضغطون أيضا على الطبقة السياسية والحكومة في بلدانهم، ولهم حيز من الحركة أكثر. ونحن أيضا من العراقيين الوطنيين الذين رفضوا منذ 9 نيسان 2003 لحد يومنا هذه العملية السياسية الفاسدة البائسة، يكون لنا أيضا أرضية نستند عليها في العالم الغربي أو الأوروبي وبقية الدول العربية والإسلامية وغيرها، أنه توصيل الصوت. هذا التزوير لا يمكن أن يستمر، وسنجد يوم غد وما بعده سوف يكون هناك التفاف والاتيان ببعض الإمعات ليستمروا في الصورة، ولكن قد طفح الكيل، والتضحية توجب علينا أيا كان مستوى التضحيات. ويكفي منذ ثورة تشرين وقبلها ثورة العشاء العربية وقبلها سنوات المقاومة العراقية، هذه كلها أجزاء من الإرادة العراقية الرافضة للعملية السياسية كونها نتاج من نتاجات المحتل الأمريكي. أكتفي بهذا القدر، والمتابعة ستكون بعد الانتخابات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.